اليوم اللي هز موس معاه يمشي للحبس، اللي هز موس يمشي للحبس. شي جماعه ديال صحابو وكان شي صداع ولا شي حاجه، هو جبد الموس تا صحابو تيمشيو معاه. اللي جبد الموس بقى يكون مميز قد ديال الخضره. 4 سنين 5 سنين 10 سنين دابا اللي ولات. هازوا معاه ما كاين غير 4 سنين 5 سنين 10 سنين. هو ومن معاه، هو ومن معاه. ومعقوله نحاربوا الجريمه وتحاربوا الجريمه بجميع الوسائل. كنطالبوا الاستعطاف من المسؤولين من صاحب الجلاله يتدخل في هذا الشيء، لان الشباب راه صغير، الشباب باقي صغير. الوليدات من 15 سنه حتى 22 سنه محكومين ب 10 سنين 12 14 20 30 بزاف. هذا الفصل هذا فصل 507 فيه المده ديال من 10 سنين للفوق. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على القانون الجديد اللي كيهم بزاف ديال الناس، الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، واللي ولا كيعاقب بواحد الطريقه صارمه على اي واحد لقاو عنده موس او سلاح ابيض بلا سبب واضح. خليوكم معايا، راه الموضوع خطير وممكن يهمك حتى انت. الفصل 507 تعدل في 2024 ودابا كينص بوضوح اي شخص لقاو عنده سلاح ابيض بحال موس، صفراء، سيف وحتى مفك براغيث اي طورنوفيس وكان الغرض ديالو مشبوه او ما عندوش سبب قانوني، تقدر توصل العقوبه حتى ل 10 سنين ديال الحبس. وإلا كان هذا الشخص هز شي سلاح وكان باغي يستعملوه في شي جريمه وكان عنده سوابق عدليه غادي توصل العقوبه حتى للسجن المؤبد. بزاف ديال الاعتداءات والجرائم في الشوارع والناس ولاو كيتكريساو بموس او اي سلاح ابيض، والدوله خدت القرار ديالها باش تحمي المواطنين من التشرميل او ما يسمى بالكريساج واللي ولا منتشر بزاف. يعني ماشي ضروري تكون ضربتي شي حد، غير تحمل السلاح بلا سبب كافي يقدر يدخلك للحبس. والسبب القانوني هو الا كنتي كتخدم في شي مهنه كتلزمك تستعمل شي اداه حاده بحال القصاب او الحداد او الخياط. والسبب الثاني هو الا كنتي هاز معاك موس باش تمشي للطبيعه او للرحله ومعك ادوات الماكله، فهاد الشيء كيتعتبر مبرر، ولكن خاصك تبين هاد الشيء في الحين وبطريقه معقوله. موس صغير في جيبك ممكن يبدل حياتك كامله. القانون ولا واضح وصارم وما بقاوش كيضحكوا في المحاكم. واخا تكون بريء الا ما قدرتيش تشرح علاش كنتي هاز معاك داك السلاح فراه تما غادي تكون دمرتي حياه، او ممكن تحط راسك في مشاكل ماشي في صالح. او ديك القضيه ديال تقول هاز موس باش ندفع على راسي فراه ما بقاتش كتنفع مع القاضي. الا عجبك الفيديو بارطاجيه مع الناس باش توصل المعلومه، وخلي لي الراي ديالك في التعليق واش كتشوف العقوبه قاصحه ولا ضروريه في هذه الظروف. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبلا سلاح راك رابح.